الإغريق كانوا بيعتقدوا إن الكون ده نشأ من العدم وما كانش فيه أي حاجة خالص قبل كده. طب بداية النشأة كانت إيه؟ كان موجود الظلام أريبوس، والليل نوكس. الظلام ده كان مذكر، أما الليل فكانت أنثى. فطبيعي إيه اللي هيحصل؟ أيوة، اتزوج الذكر من الأنثى ونتج عن الزواج ده بيضة. البيضة دي فقست بعد كده عشان يشرف إيروس اللي هو أول مخلوق على الأرض عند الإغريق. طب ليه بقى كان إيروس هو أول الخلق؟ إيروس كان طفل مجنح بيشيل معاه الجعبة بتاعته اللي فيها الأسهم عشان يرشق بيها القلوب وتتملي القلوب عشق ويبقى فيه حب ويتزاوج الذكور والإناث. أمال يعني الناس كانت هتتجوز إزاي؟ أول اتنين اتجوزوا كان أورانوس اللي هو بيمثل السماء واللي كان الذكر، أما الأنثى فكانت جايا اللي بتمثل الأرض. ونتيجة الزواج الجميل ده بقى كان في أبناء كتير على أشكال وألوان مختلفة، منهم مثلا المسوخ اللي كل مسخ منهم له 100 دراع و50 راس، وأشكالهم كانت قبيحة جدا وراسهم الواحدة كانت بضخامة الجبل. كمان كان في المردة أو السايكلوبس اللي كل واحد فيهم ليه عين واحدة بس في منتصف جبهته، وبيتميزوا بضخامتهم الكبيرة جدا وقوتهم الخارقة. أما النوع الأخير فكانوا التايتنز. التايتنز كانوا الأجمل وكان عددهم 12، 6 ذكور و6 إناث، وكانوا في صورة البشر، وكل ذكر منهم اتجوز أنثى اللي هي أخته. هنا بقى اتشكلت الأرض، انفصلت السماء وصعد لفوق الشمس والقمر والنجوم. أما الأحجار والجبال والأشجار والماء فنزلت للأرض. أورانوس اللي هو السماء ما كانش عادل أبدا بين أولاده، وما كانش بيحب المسوخ ورماهم في جوف الأرض وساب ولاده الباقيين أحرار. بس جايا اللي هي الأرض اللي هي أمهم ما ينفعش تسكت، دول عيالها برضه. قامت محرضة باقي ولادها على أبوهم، واللي سمع الكلام مين؟ كان كرونوس اللي هو الزمن. طعن أبوه وسالت دماء أبوه على الأرض اللي هي أصلا جايا، والدماء وصلت لجوف جايا. إيه اللي حصل؟ جايا أنجبت جيل جديد من المرضى والعمالقة والحوريات، بالإضافة طبعا لنشأة أفروديت اللي هنتكلم عليها في وقتها. كرونوس اللي هو الزمن اللي هو ابن أورانوس اللي كان قتل أبوه اتجوز رايا. بس هو يعني كرونوس هيكون أحسن من أبوه؟ جات له نبوءة بتقول إن نهايته هتكون على إيد أحد أبنائه، يعني كما تدين تدان. فقرر التخلص من أبنائه كلهم. يا ترى إزاي عمل ده؟ كانت كل رايا مراته ما تولد ذكر كان يبتلعه في جوفه أول ما يتولد مباشرة. طب وهي رايا سكتت عن الموضوع ده؟ أكيد لأ. في المرة الأخيرة اللي ولدت فيها رايا عطت كرونوس حجر ملفوف بدل من ابنها، وأرسلت الطفل لجبل إيد عشان يتربى هناك. طب يا ترى هيعيش هناك مع مين؟ هناك بقى اتولد حريات الجبل رعايته، والعنزة أماليا اتولد مهمة إرضاع. تفتكروا بقى الطفل ده هيكون مين؟ أيوة، هو الطفل ده هيكون زيوس كبير الآلهة عند الإغريق. زيوس هيكبر ويبقى عايز ينتقم من أبوه هو كمان. ويا ترى ده هيحصل إزاي؟ زيو نجح إن هو يشتغل ساقي عند أبوه ويقدم له الشراب، وفي كل مرة يقدم له شراب طبيعي، لكن في مرة من المرات هيقدم لكرونوس شراب من العسل النحل مخلوط بالملح وسم الخردل. فتقيأ كل ما في بطنه من أبناء، وكلهم خرجوا عايزين ينتقموا من أبوهم زي زيوس بالظبط. ويا ترى النتيجة كانت إيه؟ هنا بقى قامت حرب كبيرة بين زيوس وإخواته من جهة، وكرونوس اللي هو أبوهم وإخواته من جهة، ما عدا 2 بس من التايتن كانوا في صف زيوس. الحرب دي استمرت 10 سنوات، اتعرفت بعد كده بمعركة التايتنز. كان كرونوس ومعاه اخواته من التايتن والمردة ما عدا 2 منهم اللي ساعدوا زيوس في المعركة وكانوا انشقوا عن كرونوس، وهم بروميثيوس وإبيميثيوس. وكمان كان في 3 مسوخ من اللي هم عندهم 100 دراع، وكان معاه 5 من اخواته
اللي هم هيدس وبوسايدون وهيستا وديمتر وهيرا. وفي النهاية انتصر زيوس وأصبح مقره هو وفريقه من الآلهة جبل الأوليمب. زيوس اللي هو كبير الآلهة الجديد كان مقره الجبل، وظهر مجمع للآلهة على جبل الأوليمب، وكان عددهم 12، وكان على رأسهم زيوس، وكانوا هم هيرا وبوسايدون وديمتر وأفروديت وهيفاستيوس اللي هو أيضا معروف بديونيسيوس وأبولو وأرتميس وأثينا وهرمس وهيستيا. كل واحد منهم ليه أسطورة لوحده هنتكلم عنها في وقتها. تفتكروا الجيل الجديد ده هيكون شكله ايه؟ الجيل الجديد من الآلهة ده كان شبه البشر في الفكر والوجدان وكمان في الشكل. طب ايه اللي بيميزهم يا ترى عن البشر؟ اتميزوا بالخلود، وكمان كان لهم قدرات خارقة، كل واحد منهم ليه قدرات في مجال سيطرته، وكمان كان في قدرات عامة تقدر كل الآلهة تعملها. زي ايه مثلا؟ كانت تقدر الآلهة مثلا تقطع مسافات كبيرة في وقت قياسي جدا، او انهم يعرفوا اسرار البشر وهم قاعدين في السماء. كمان كانوا ممكن يحولوا نفسهم لصورة حيوان او طائر عشان يقدروا يتخفوا، وحاجات تانية كتير جدا. كان البشر بيحبوا الآلهة دول جدا وبيحبوا يتشبهوا بيهم. مش بس كده، كمان كانوا بيحاولوا يتقربوا منهم ويعملوا علاقات وصداقات معاهم. طب وهي الدنيا كانت ماشية تمام كده بين الآلهة والبشر؟ أكيد لا طبعا، كان بيحصل تمرد على الآلهة من البشر، وفي الحالة دي انتقام الآلهة كان بيكون شديد جدا. لما كانت الآلهة بتمثل في صورة البشر بالإضافة للصفات اللي قلناها قبل كده، كمان كانت بتشيل بعض صفات البشر. مثلا هنلاقي في آلهة تخلوا عن الفضيلة مقابل الشهوة والغريزة أو رغبة في الانتقام. كمان هنلاقي آرس إله الشر، وهيرمس إله اللصوص. كمان لما يعني الآلهة ما سلمتش من الإعاقات الجسدية، عندنا مثلا هيفاستيوس أو ديونيسيوس اللي هو كان أعرج. طب مجمع الآلهة ده كلهم كانوا بيعيشوا مع بعض في مكان واحد؟ لا، كل إله منهم بنى لنفسه قصر فوق الأوليمب حوالين قصر زيوس، وكان في آلهة لها أكتر من قصر. بوسايدون مثلا وهو إله البحار كان ليه قصر في أعماق البحار، وديمتر كمان كان ليه قصر. أما هيدس ما كانش ليه قصر فوق الأوليمب، وفضل إن هو يبني قصره أسفل الأرض في عالمه الخاص، عالم الموتى. طب الآلهة دي كانت بتاكل إيه وبتشرب إيه؟ طعام الآلهة كان بيعرفوه باسم الإمبروسيا، طعام مش زي طعام البشر. وشرابهم كان اسمه النكتار، أيضا مش شراب زي شراب البشر أبدا. وكانت الساقية بتاعتهم هي الرشيقة هيبي، كانت بتدور على الآلهة في اجتماعاتهم تقدم ليهم الشراب، وكانت بتتحرك بخفة ورشاقة شديدين جدا، وتقريبا ما كانتش بتلمس الأرض. كانت هيبي هي المفضلة والمحببة عند الآلهة، ومن شدة إعجابهم بيها ومدى مكانتها عندهم أهدوها لهيراكلس البطل المؤله الخارق. فكانت أجمل هدية لهيراكلس اتجوز منها، وطلعوا سوا لجبل الأوليمب. دلوقتي عرفنا نشأة الكون والآلهة كانت ازاي. تابعونا المرة الجاية والأساطير حول عبادة الآلهة، بقلم مروة شحاتة وبصوت علاء الغزالي.